من يوقف عصابات طريق المطار؟ محاولة قتل متعمدة ل3 شبان برمي كيس حجارة على سيارتهم من أعلى الجسر. في تكرار خطير للاعتداءات الإجرامية التي ترتكب على طريق المطار، عاد مشهد الرعب ليتجدد عبر رمي الحجارة والأدوات الثقيلة على السيارات العابرة على أوتوستراد زياد الرحباني، ولا سيما خلال ساعات الليل. وقد بلغت هذه الجرائم ذروتها إذ أفادت المعلومات أن الفنان برهان شعار كان عائدا برفقة شقيقه ومرافقهما من سهرة خارج بيروت إلى منزلهما، وعند وصولهم إلى النفق الواقع تحت مستديرة الجندولين وفي سابقة بالغة الخطورة، أقدم مجهول على رمي كيس مليء بالحجارة الكبيرة على السيارة من أعلى الجسر أثناء مرورها. الاعتداء أدى إلى تحطيم سقف السيارة بالكامل، إضافة إلى الزجاج الأمامي، ما أسفر عن إصابة الركاب ال3 بجروح مختلفة، وعلى الفور جرى نقلهم إلى مستشفى CMC لتلقي العلاج. يطرح هذا المشهد علامات استفهام خطيرة حول واقع الأمن على طريق حيوي يشهد اعتداءات متكررة تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.